صباح الخير، عاملين ايه؟ ده شكلي كده اول ما بصحى من النوم. الساعه دلوقتي 7:30 الصبح. من قيمه شهر تقريبا او شهرين كنت في اسكندريه، وتحديدا في الكيلو 21. الكيلو 21 ده ناحيه العجمي. وزي اي واحد يعني بيسافر اي حته جديده او اي حته يعني عامه، بيحاول يجيب حاجه من الحته دي لاهله يعني وحبايبه. انا كنت عند الموقف لقيت محل اسمه هريس احمد حسين، فانا جبت منه بصراحه يعني. وبعد كده وانا بلف بقى اليوتيرن، لاحظت حاجه غريبه جدا. لاحظت اكتر من تقريبا 8 9 محلات بنفس الاسم ده. فانا قلت لازم نرجع تاني ونجيب المحلات دي ونحاول، وحط تحت كلمه نحاول دي 40 خط، نحاول نعرف مين احمد حسين الاصلي. عشان كده عاوز الناس الاسكندرانيه يقولوا لي، يكتبوا لنا تحت في الكومنتات، هل هو اصلا اسمه هريسة احمد حسين ولا احمد حسنين؟ ومين هو الفرع الاصلي؟ مين الفرع الاساسي في ظل يعني كل الفروع دي؟ ازاي اصلا بتعرفوا ان هو الفرع الاصلي؟ تمام. فيلا بينا على اسكندريه، نضرب 200 كيلو رايح و200 كيلو راجع عشان نجيب كل المحلات اللي اسمها هريسة احمد حسين او احمد حسنين يعني اللي هنلاقيه في وشنا، ونقارن ما بينهم كده ونشوف الناس دي بتعمل ايه. فشوفوا انتوا بقى تقدروا توصلوا الفيديو ده كام الف لايك تقديرا لل 400 كيلو اللي هيتضربوا والصحيان بدري اللي الواحد فيه ده. وهيا بنا نبدا طريقنا، بسم الله توكلنا على الله. الحمد لله على السلامه. اديني وديتك اسكندريه معايا ورجعتك اهو، مش حارمك انا من حاجه. انا حاولت اصور هناك بس لقيت الجو زحمه جدا وحر جدا، وبما انك جنب موقف فهتسمع شويه كلام كده طالع في الكاميرا، 4 ورا واللي مش عاجبه ينزل يا ولود وفاضي ورا يا اشرف يا اشرف. فانا قلت بقى ايه، احنا نشتري من المحلات ونرجع الاستوديو بتاعنا في روقان كده، ونفتح واحد واحد ونشوف كده ايه من الزاويه اللي فوق والزاويه اللي تحت، ونشوف الدنيا هتروح فين. فخلينا اعرفكم على المحلات اللي لقيتها. ده اول محل، اوكي، هريسة احمد حسين، تمام. 2 3 و4، دول 4 احمد حسين، واخر واحد ده احمد حسنين. يعني انا قلت بقى نجيب احمد حسنين ونشوف الفرق بين احمد حسين واحمد حسنين، لان احنا حتى اللحظه دي ما نعرفش مين فيهم الاسم الاصلي. خلينا بقى نبدا في اول واحد. بصوا احنا ممكن نعمل حركه ظريفه، احنا هنجيب الماب كده اهو وهرقم لكم المحلات دي مكانها فين بالظبط على الماب. احمد حسين واحد، واحمد حسين بشرطه، واحمد حسين بشرطتين، ولا نخليها شرطه وشرطتين. بصوا احنا نخلي احمد حسين واحد، احمد حسين 2، احمد حسين 3. فده اول احمد حسين معانا، ده المحل اللي جنب الموقف على طول. ده اول محل انت هتشوفه، والمحل اللي انا جبت منه اول مره. الفرع الرئيسي كيلو 21 امام مبره العصافره. ده شكل الكيس عليه تاج. دي اول علبه احمد حسين، هريسة احمد حسين العجمي، واحمد حسين ومحطوط هنا تاج، وهحكي لكم موضوع التاج ده دلوقتي. المقر الرئيسي الكيلو 21 امام مبره العصافره، وكاتب هنا علامه تجاريه مسجله 363 يحظر تقليدها. فانت من الوهله الاولى هتقول ان ده الاصلي، وده اللي انا حسيته اول مره اشتريت الهريسه دي، اللي هي اول مره خالص اللي كانت من شهرين. هو كان عنده هريسه ساده وهريسه محشيه وبسبوسه وكل الحلويات دي، بس انا فضلت ان احنا نجيب الهريسه الساده عشان نعرف نحس بطعم الهريسه شويه، وعشان كمان انا المره اللي فاتت لما جبت هريسه مكسرات حسيت ان المكسرات مغطيه على طعمها. فده اول واحد، سعر الكيلو 28 جنيه. اسعار رخيصه جدا اساسا، يعني كيلو هريسه بتهيألي هنا في مصر شايلينه عن 40 جنيه او كده. خلينا نقطع حته كده. ده شكلها كده، هي فتحه عريضه تحسها يعني من جوه دسمه جدا. خلينا نحطها هنا ونفتح باقي المحلات وبعد كده هندوق في الاخر. تاني محل اسمه احمد حسين، واللي قال لي برضو ان احنا احمد حسين الاصلي، لان الاولاني برضو قال لي كده. هو جاي الكيس ده هو زي تقريبا التاني بالظبط، بس غريب. نفس الكيس، نفس شكل العلبه بالظبط. المقر الرئيسي ميدان الكيلو 21 امام مبره العصافره، نفس العلامه التجاريه المسجله. بس دي حاجه غريبه جدا، لان الراجل ده لما انا سالته قلت له هو المحل اللي على الناصيه ده اللي على الموقف يعني تبعكم؟ قال لي لا، المحل اللي على الامه ده مش تبعنا. الحقيقه انا ما عرفتش يعني ايه امه، بس بيتهيألي بقى الاسكندرانيه اهل اسكندريه يعني يقولوا لنا يعني ايه امه، لان انا ما فهمتهاش. والغريب برضو ان سعر الكيلو في المحل ده، هو قال لي في حاجه عنده ب 20 جنيه ده سمن نباتي، وفي حاجه عنده سعر الكيلو ب 25 جنيه ده سمن بلدي. فازاي المحلين يبقوا نفس كل حاجه بنفس السجل التجاري، وده سعر وده سعر، والفرق اصلا ان انت تعدي الشارع الناحيه الثانيه؟
غريب. خلينا نشوف هي نفس اصلا شكل الهريسه ولا لا. معقول بقى هيقلدوا كمان في العلامات التجاريه وفي كل حاجه. ده شكلها كده. هي تحس انها دي غامقه شويه او اتحرقت منه شويه. خلينا برضه ناخد حته كده. هل ده بقى فرع تاني من احمد حسين ولا هل ده واحد بيستهبل؟ لان برضو شكل المحل ما كانش زي التاني تكييف وبتاع. تالت احمد حسين معانا واللي بينتهج نهج الضحك لان هو جايب لنا كيس ابيض. قال يعني هو كده مميز يعني الباقي كله اكياس صفراء وعلب صفراء، ده بقى ايه؟ قال لك اما اشغل دماغي انا هديهم الكيس الابيض ده. هو يعني مرسوم عليه علبه ميلاد جميع منتجاتنا بالسمن البلدي كيلو 20 مدخل اكتوبر شاطئ النخيل. ايه اللي وداك هناك؟ اوكي. ده شكل العلبه. ده بقى شكل العلبه مختلف شويه. هريسه احمد حسين منتجاتنا بالسمن البلدي، خبره اكثر من 50 عاما. ده الفرع الرئيسي، فرع الهانوفيل شارع الجمعيه. تالي هو فرع الهانوفيل ده اللي انا كنت فيه اللي هو عند الكيلو 21. وده سعر الكيلو فيه 25 جنيه. الراجل ده كريم قوي بابا. الريحه غريبه شويه. دي شكلها متماسك كده شويه، لونها فاتح، شكلها حلو لذيذ. ايه فاتحه زي ما قلت لكم. خلينا ناخد حته برضو. ناشفه شويه. بصوا، ما هو التفسير الوحيد اللي بيحصل ده ان في واحد اسمه حسين خلف 5 توائم اسمهم احمد وكلهم شغالين في الهريسه، فكلهم ايه فتحوا محلات وكلهم يعني ربنا مبارك لهم في الهريسه بتاعتهم. ده تالت محل. رابع محل ده بقى اسمه هريسه احمد حسين بس حاطط هنا كلمه الصعيدي. اوكي، نفس برضو شكل الكيس الاصفر. ده بقى شكل مختلف شويه، مكتوب هريسه احمد حسين الصعيدي اكتوبر الكيلو 21 اسكندريه مطروح بجوار مخبز الاخوه اسفل معمل اكسفورد. اوكي، يعني حاطط لك طوبه، يعني حاطط لك يعني حته هريسه قد كده. هي نص كيلو برضو. انا جايب العلب دي كلها نص كيلو، وده كان ارخص احمد حسين فيهم بسعر كيلو 20 جنيه. سعر كيلو هريسه ب 20 جنيه. تمام؟ حاجه غريبه جدا يعني. رخيص حلو شغال. دي بقى حته كده. دي ناشفه شويه بقى اكتر. ناشفه قوي. انا عارف ان انا كل حلقه كنت بدوق يعني واحده واحده، بس انا حبيت ايه ان احنا نرصهم كده في الاخر كلهم جنب بعضيهم ونشوف الفرق في شكلهم الاول قبل ما ندوقهم. واخر واحد معانا بقى واللي انا بصراحه يعني حاسه ان هو ده اصلا الاصلي، انا مش عارف، عشان كده قلت لكل الناس الاسكندرانيه يا ريت تقول لنا هل هو احمد حسين ولا احمد حسنين. ويا ريت برضو يعني طالما انتوا شفتوا بقى ال5 انواع كده معانا، مين فيهم احمد حسين الاصلي او مين فيهم المحل الاصلي؟ بتعرفوه ازاي؟ هريسه احمد حسنين سيدي بشر قبلي. يعني انا برضو ما عملت سيرش على موضوع احمد حسين وحسنين ده، لقيت ان اصلا في محلات اسمها احمد حسين واحمد حسنين موجوده اصلا في اسكندريه نفسها، سيدي بشر وعند محطه القطر وفي اسكندريه نفسها يعني. انا مش عارف الناس دي بتعمل ايه هناك يعني، او انا ما اعرفش بقى مين الاصلي. ده بقى كان عنده العلب جاهزه يعني مش بيقطع قدامك. هريسه احمد حسنين هريسه محشيه، برغم ان انا قلت له عاوز ازايده. سعر الهريسه دي 24 جنيه سعر الكيلو. علامه تجاريه مسجله تحت رقم 170652 ويحظر التعامل بها. المحل ده برضو كان كاتب ان هو من 1965 تقريبا. واو، دي اكتر واحده فاتحه فيهم. بصوا عامله ازاي. دي اكتر واحده فيهم برضو فيها ريحه سمن بلدي. خلينا ناخد حته كده لان انا جوعت. اديني يا ابني بقى حته كده مبطرخه. اديني بقى حته كده. لا، طريه جدا. ده بقى يا سيدي ايه؟ احمد حسنين. طيب بالنسبه للشكل فاكتر شكلين يعني تحس ان هما يعني هيجروا ريقك كده هو احمد حسنين. هي دي برضو حلوه بس ناشفه شويه، اللي هو رقم 4. رقم 1 برضو حلو بس تحسه ايه يعني محموش سنه بسيطه. تمام؟ ده برضو تحس ان في سمن بلدي كده. ده ضايع. ده تاني واحد لونه اسود كده، تحس انها محروقه اساسا. فانا مش عارف ده بقى بالنسبه للاولاني ده النسخه الوحشه منه عشان كده مرخصين سعرها. ممكن نبدا باول واحد. بسم الله. ريسبكت جدا الناس اللي بتعمل حلويات وما بتزودش السكر فيها كتير عشان تغطي لك بقى على طعم الحاجه اللي هو عاملها. دي سكرها خفيف ما بتحسش بيه اساسا، بس تحس ان هي دسمه. السمك نفسه بتاع الهريسه كبير، فتحس انك بتاكل حاجه دسمه كده. كمان ما تحسهاش يعني تتبلع كده بسهوله، لا بتحس انك عاوز تشرب ميه كده وانت بتاكلها. ده تاني محل اللي قلنا ان هو قال ملوش علاقه بالمحل الاولاني، بس واخد نفس كل حاجه وارخص والشكل مختلف.
تحس ان فيها عسل. دي انا جبتها اللي هي بالسمن البلدي، انا بقيت مش فيهاش ريحه اساسا. بسم الله. شوف انا كنت لسه بقول ايه، دي طعمها عسل، طعمها سكر جدا، ما تحسش بطعم الهريسه. كمان هي ناشفه جدا من الاطراف، حتى العسل اللي فيها تحس ان هو مش ماتيريال حلو قوي، تحس انها بتقلب كده على طعم بطاطا. والتاني محل ده برضو قال لي بص على التاج، لو لقيت تاج يبقى الفرع الاصلي. يعني هم غالبا كلهم قالوا لي ان احنا الفرع الاصلي وان مالناش فروع تانية وان احنا الاصليين وجامدين جدا. ده تالت نوع. اوكي، هي بس الناشفه سنه بسيطه، ده شكلها كده فاتحه من جوه. بسم الله. فيها طعم غريب، تحس ان هو طعم ميه ورد. مش عارف هما ليه بيحطوا ميه ورد على الهريسه، بوظ طعمها خالص. ايا كان الطعم ده فهو مش محليه خالص، مش حلوه. الطريقه دي مش حلوه. وده ياخدنا على رابع احمد حسين معانا. احمد حسين بثلاث شرط او بشرطتين، دي بقى يعني انشف واحده فيهم جدا. سمكتها برضو كويسه شويه، تمام، لونها حلو. بسم الله. من ناحيه هي فيها طعم سمن بلدي فهي 100% ريحتها سمن بلدي وطعمها سمن بلدي، بس انا مش عارف انا باكل ايه. البتاع ناشفه، تمام، ودي يعني وحشاه جدا. كمان دسمه جدا. يعني الهريسه اللي انا بحبها بتبقى ايه، خفيفه كده، اللي هي زي الهريسه بتاعت حلاوه المولد اللي انت بتاكلها كده تحس ان هي ايه، خلاص اتبلعت، انت حسيت كده بايه، بدماغ تانية. ما زالت مش حلوه. شويه ميه بقى كده حلوين. ده بقى احمد حسنين. اوكي، اللي ما زلت بقول هو احسن ريحه فيهم. بصوا طريه ازاي، برضه سمكها حلو جدا. يمكن الامل في البتاعه دي. بسم الله. هذا ما يطلق عليه هريسه. دي احسن ملمس فيهم في بقك، انت ما بتحسش ان هي ناشفه قوي وما بتحسش انها طريه قوي، انت بتاكلها كده وهي بتاخد مجراها في بقك. بس هي مسكره سنه بسيطه، مسكره بزياده يعني سنه بسيطه. كل الناس تحب حاجه زي كده، انا بصراحه لا، بحب السكر يبقى مظبوط عشان نفسك ما تجزعش. كهريسه وكطعم هريسه وكمقومات حاجه انت تقدر تقول عليها دي هريسه، احمد حسنين يعني يكسب احمد حسين دول كلهم. وبرضه ما زلت عاوز اعرف رايكم، سواء بقى من اسكندريه او مش من اسكندريه، مين فيهم الاصلي؟ هل هو اصلا احمد حسنين ولا احمد حسين؟ ومين فيهم الفروع الاصليه؟ ويا ريت لو اي حد من احمد حسين او احمد حسنين او اي حد من المحل الاصلي، يا ريت لو يقدر يتواصل معايا على الانستجرام او على الميل او اي حاجه، عشان نعرف ايه سر اللخبطه في المحلات دي. يعني ليه كل ده؟ يعني بيفكروني زي كبده الفلاح. كبده الفلاح لما فتح في القاهره ناس كتير قالت ده الفرع الاصلي، حتى اصحاب المحل يعني في فروع ناس بتقول احنا كبده الفلاح الاصليين بتوع اسكندريه. الحاجات دي بتبقى محتاجه بس ايه، توضيح. لو في اي حد منكم كان جرب اي محل من المحلات الخمسه اللي معانا النهارده دي، يا ريت تشاركنا رايه تحت في الكومنتات. او لو في اي بقى فروع تانية، حتت تانية، محلات تانية عاوزين نجربها في اسكندريه، يا ريت تكتبوها لنا برده تحت، عشان لو رحت اسكندريه وان شاء الله اروح تاني الصيف ده نبقى عارفين بقى احنا رايحين فين بالظبط. كترتيب كده، احمد حسنين هيكسب. تاني مركز معانا هيبقى ده اللي هو احمد حسين رقم 1، وبعدين احمد حسين رقم 3، ايوه احمد حسين رقم 4، واخر واحد. ودي يعني بصراحه استغفر الله العظيم، يعني دي مش هريسه ومش حاجه حلوه اصلا تاكلها، دي حاجه تجيبها لما تحب تعذب حد او لما تحب ايه تتكل واحد على السين، اللي هو ايه، خد انا جبت لك حاجه يا الف مبروك مع ان انا مش طايقك. دي هي كده بالظبط. هل وضعت لايك بحق سفريه اسكندريه؟ وبكده يكون يومنا كله انتهى. يعني الواحد بصراحه تعب جدا في المشوار ده، اتمنى المجهود اللي قدرت ابذله في الفيديو ده يكون عجبكم. خلينا نشوف انتوا هتقدروا توصلوا الفيديو ده كام الف لايك في اول 24 ساعه، تقديرا يعني لل 400 كيلو اللي اتضربوا عشان نجيب شويه هريسه ونرجع ناكلهم بالهنا والشفا. وما زلنا برده ما جاوبناش مين هو المحل الاصلي، بس يعني دقنا هريسه واتبسطنا والدنيا زي الفل. بص صغنن قد كده اهو، هيفضل لنا 200 واحد على الانستجرام ونوصل 10000 فولور. فلو عاوز تنضم لينا هناك احمد سعدز في زد في الاخر، عشان بننزل شويه ريفيوهات بسيطه كده ومنتجات، حاجات كده في نص الاسبوع، بحيث نزق كده الاسبوع مع بعض. برضه هتلاقي كواليس الحلقات دي وكواليس الحلقات اللي جايه عشان تعرف ايه الجديد اول باول ان شاء الله. بس كده ما تنساش تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديوهات اكل كتير الفتره اللي جايه، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.